السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين. هناخد النهاردة كرسي السفرة اللي هو المودرن. طبعا أنا ما عنديش كرسي سفرة مودرن، فجبت لكم الكرسي ده هنتعلم عليه. هو شبيه ليه جدا قوي، كمان في نفس الشكل كده، من غير أيادي، بس طبعا بيبقى هنا متنجد ودي طبعا بتبقى متنجدة، بيبقى نفس الوضع والدوران بتاعه ده هي. طيب إحنا دلوقتي محتاجين إيه؟ محتاجين 3 مقاسات، أول حاجة للشلتة، وتاني حاجة للضهر، وتالت حاجة بقى للجناب، الجناب اللي هي دي، جنب من هنا ومن هنا وهنلفها داير ما يدور. أول حاجة هناخدها اللي هي الشلتة، اللي هو هناخد العرض بتاعها بتاع الكرسي، وهناخد الطول. تمام؟ دي هنعملها مربع لوحدها، طول وعرض. خلاص، هجيب لكم دلوقتي القماشة واشرح لكم عليها بيبقى قصها ازاي. بصوا، هي بتبقى نفس النظام كده، مربعة مستطيلة حسب المقاس. طبعا بنعمل دوران هنا لو في دوران، وبرضو في الشلتة هنعمل لها دوران من هنا. تمام، وكده خلاص احنا كده عملنا الشلتة، خدنا الطول والعرض وخلاص كده. تمام، نيجي بقى للحاجة المهمة اللي هي الظهر. الظهر ده هناخد ظهر امامي وظهر خلفي. عايزة تعمليه مع بعض تمام، لا تعملي كل واحدة لوحدها برضو تمام. طيب بناخد مقاس ايه؟ بناخد الارتفاع، ارتفاع الظهر ده كده زي ما احنا شايفين، وهناخد الدوران ده كده، وهناخد معاهم طبعا المقاس في الظهر الخلفي. ماشي، بنبدأ المقاس من هنا، ناخد برضو الارتفاع الظهر. تمام، والارتفاع زي ما احنا شايفين، وبناخد برضو دوران الظهر زي ما احنا شايفين، بناخدها داير ما يدور من اول هنا ونلف الدوران. انا ليه باخد المقاسين، الظهر الامامي والخلفي؟ علشان الظهر الخلفي بيكون مقاسه اكبر شوية من الظهر الامامي، فعشان كده ممكن تشتغلي ويجي معاكي حاجة غلط في المقاسات. طيب هوضح لكم الدوران بتاع الدوران اللي فوق ازاي بنعمله. طبعا الدوران ده يا جماعة احنا ممكن يعني نقفله بعد التقفيل. بصوا بيبقى كده بالمنظر ده. احنا بقى هناخد الدوران ده، طبعا انتي هتقصي ده، هتقصيه كده، ممكن تقصيه وممكن مع التقفيل تاخدي الدوران ده عادي. تمام، والتقفيلة دي طبعا كل التقفيلات دي يا جماعة هنقفلها في الفيديو الجاي واشرح لكم التقفيلات. بصوا بيبقى التقفيل كده، بنقفل بالطريقة دي. يبقى التقفيل من هنا، وطبعا الحتة ديت هنشوف هنعملها ازاي بقى في التقفيل ان شاء الله. تمام كده، انا خلاص الظهر ده خلاص تمام، وده بيبقى مدور طبعا مع الشلتة. هنشيل ده على جنب، وناخد ناخد تالت حاجة بقى اللي هي الجناب. الجناب دي زي ما احنا شايفين هنا المقاس ده. تمام، ممكن يبقى 15، ممكن يبقى 20. الشريط ده ممكن يبقى حاجات ثابتة يعني، عندنا ده يا 15 يا 20. ناخد من أول هنا وناخد داير ما يدور لحد هنا. بصوا بيبقى لحد هنا. ده الدوران ده ممكن ناخده في عرض القماش، يعني ممكن ناخد شريحة 15 أو 20 سنتي حسب ما انتي تحددي قدامك المقاس. بصوا بيبقى بالطريقة دي. تمام، بيبقى التقفيل من أول هنا. تمام، بيبقى كده المقاس ده بيبقى 20 15، انتوا اللي بتحددوا حسب الارتفاع اللي عندك. تمام، وبيبقى نلف داير ما يدور كده. ده بيبقى بناخده من عرض القماش، ممكن يبقى متر ونص، ممكن يبقى اقل من متر ونص حسب.
تمام لحد هنا كده. انا قلتلكوا الحاجات المهمة والمفيدة تمام في المقاسات. طبعا في كراسي زي ده من غير ايادي، وفي كراسي زي ده بيبقى ليها ايد، بيبقى من هنا كده ايد كده بالطريقة دي. هجيب لكم حاجة نوضح عليها انا قصدي ايه. يعني بيبقى هنا كده في ايد، دي بناخد الطول وماشي، وبناخد الدوران. هوضح لكم ثواني كده بقى اظبط الدنيا. بصوا، بناخد الطول ده وبناخد دوران الايد تمام، وبنضيفها بقى في التقفيلات، وهوريكم في التقفيلات هنعملها ازاي. انا كده قلتلكوا المهم والمفيد في كراسي السفرة اللي هي المودرن اللي لسه طالعة جديد تمام. هنقفلها على المكنة الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسونيش دايما في اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.